ضربات الجزاء يكون في مصلحة المنتخب الوطني التونسي، على عكس المباراة الأولى عملية القرعة بين أحمد الغندور عيسى العيدوني قائد المنتخب الوطني التونسي ومايكل بوكسال ياخذ شارة القيادة بعد خروج كاكاسي بالورقة الحمراء كما ذكرنا مع نهاية المباراة. التعادل دون أهداف وضربات الجزاء هي الفيصل لمعرفة من المنتخب اللي باش يضمن المرتبة الثالثة. سامي شوشان واحد من بين الأسماء الشابة في تشكيلة منتخبنا، لاعب ومحترف برايتون الإنجليزي، إن شاء الله في قادم الاستحقاقات يكون حاضر، لأنه فرصة للأسماء الشابة باش تاخذ فرصتها. ولكن لا حديث إلا على من سيتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني التونسي في الفترة القادمة بعد نهاية الدورة هذه. أكيد ممكن المهمة تكون موكولة لمكتب جامعي جديد. ممكن حتى الكلام كانت قال في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن على أوغو بروس، يعني بعد ما كان مع منتخب جنوب أفريقيا ممكن أوغو بروس يكون هو اللي مجرد القادم. ننتظر التأكيد، وأكيد ننتظر الكشف عن اسم الناخب الوطني الجديد للمنتخب الوطني التونسي. أكيد هذا اش نعرفوه في فترة قادمة. وكما ذكرنا الاستحقاق القادم سامي تصفيات المونديال، مباراة شهر جوان، زوز مواجهات ضد غينيا الاستوائية وضد منتخب ناميبي. هذه ضربة الجزاء الأولى للمنتخب النيوزيلندي رقم 19 هو اللي باش ينفذ ضربة الجزاء. بين واين اللي دخل في الشوط الثاني من جانب المنتخب النيوزيلندي. بين واين في حوار مع أيمن دحمان إن شاء الله يتصدى للكرة الأولى للمنتخب النيوزيلندي. أمامكم بين واين في حوار مع أيمن دحمان. بين واين دحمان لمن ستكون الكلمة. بين واين يقدم بين واين، الكرة ضايعة، الكرة ضايعة الأولى للمنتخب النيوزيلندي. رفقي ضربة جزاء أولى ضايعة لمنتخب نيوزيلندا. بين واين وتبع الكرة أيمن دحمان. ضربة جزاء أولى مهدورة لمنتخب نيوزيلندا، ضايعة الأولى في انتظار ركلة جزاء أولى للمنتخب الوطني التونسي إن شاء الله تكون ناجحة يمشي لتنفيذها. محمد علي بن رمضان في حوار مع ماكس كروكومب أمامكم على الصورة. محمد علي بن رمضان وتنفيذ ضربة الجزاء الأولى للمنتخب الوطني التونسي. بين واين أهدر الأولى من جانب نيوزيلندا في انتظار تنفيذ. محمد علي بن رمضان متوسط ميدان منتخبنا يتقدم. محمد علي بن رمضان وينجح بن رمضان. ناجحة الأولى للمنتخب الوطني التونسي، نجح ضد كرواتيا وينجح ضد نيوزيلندا. هذه الإعادة قوية من محمد علي بن رمضان وصعبة على كروكومب حارس مرمى منتخب نيوزيلندا. وهذه قيمة اللاعب اللي سجل ضربة الجزاء الأولى، ممكن يعطي دافع معنوي أكثر للملاعبية اللي بشوتوا من بعد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. برافو يا محمد علي بن رمضان. ضربة الجزاء الناجحة الأولى وضربة الجزاء الثانية من جانب المنتخب النيوزيلندي. أمامكم كوستا من جانب المنتخب النيوزيلندي اللي قلت عليه من أصول يونانية، ينشط مع فريق ويلينتون، سجل 11 هدف وقدم 4 تمريرات حاسمة في حوار مع أيمن دحمان. كوستا هدف التعادل، يسجل ضربة الجزاء كوستا من جانب المنتخب النيوزيلندي. 1-1 تصبح النتيجة رفقي في ضربة الجزاء. في انتظار ضربة الجزاء الثانية اختار ووضع الكرة في الوسط كوستا بارباروساز مهاجم منتخب نيوزيلندا. اختار الزاوية اليسار أيمن دحمان. ننتظر من سيتولى التنفيذ. كان قريب من التصدي لها بالساق اليمين أيمن دحمان. عيسى العيدوني، يلا عيسى عيدوني، ناجح عيسى العيدوني بامتياز. عيسى العيدوني بإحكام نفذ ضربة الجزاء. برودة دم كبيرة لقائد منتخبنا بإحكام، بصنعة كبيرة
شاهد الإعادة والكرة في الزاوية، والحارس النيوزيلندي اختار الزاوية المعاكسة. ضربة الجزاء الثانية الناجحة للمنتخب الوطني التونسي. واكيد زود ضربات ناجحه المنتخب التونسي، محمد علي بن رمضان وعيسى العيدوني، في حين ضربه جزاء ضايعه من بين واين، ضربه جزاء الاولى المنتخب النيوزيلندي، ثم كوستا سجل ضربه الجزاء الثانيه. وشاهد في إلياد جاست امامكم في حوار مع ايمن دحمان في ضربه الجزاء الثالثه للمنتخب النيوزيلندي. إلياد جاست يقدم، إلياد جاست وضايعه للمنتخب النيوزيلندي. زوج ضربات جزاء ضايعه من قبل المنتخب النيوزيلندي بعد ما ضيع بين واين ضربه الجزاء الاولى، ضيع إلياد جاست ضربه الجزاء الثالثه للمنتخب النيوزيلندي. هاي الاعاده شوف تبعها ايمن دحمان شوف الكره والارتماء، تبع الكره الاخيره، لو مشيت حتى في الشبكه كان ينحيها ايمن دحمان. رائع جدا دحمان على غرار ركلة الجزاء الأولى المهدورة، يتبع كورتو إلياد جاست يهدر ركلة جزاء ثالثة لمنتخب نيوزيلندا، وإن شاء الله ثالثة ناجحة لمنتخبنا عن طريق علي العابدي. نتذكر جيدا ضربة جزاء كرواتيا القوية، هل نفس السيناريو يا علي؟ عابدي ممتاز، علي العابدي ينجح في تنفيذ ركلة الجزاء الثالثة، ممتاز جدا. علي العابدي نجح ضد كرواتيا وينجح ضد نيوزيلندا، غير طريقة التنفيذ المرة هذه أرضية، ممتاز في التنفيذ، وضربة جزاء ثالثة ناجحة للمنتخب الوطني التونسي. 3-1 في صورة إهدار منتخب نيوزيلندا ركلة الجزاء الرابعة، فانه منتخبنا يضمن المرتبة الثالثة إن شاء الله. وأكيد إن شاء الله يضيع اللاعب المنتخب النيوزيلندي اللي باش ينفذ ركلة الجزاء الرابعة من جانب المنتخب النيوزيلندي. نشوفوا الكرة للمنتخب أليكس روفير، ويسجل روفير. هذه تقريبا الكرة الوحيدة اللي ما تبعهاش أيمن دحمان. على كل برافو يا أيمن دحمان، تبعت كل الكرات، لكن كرة أليكس روفير صعيبة وفي زاوية أخرى على الحارس أيمن دحمان. ضربة الجزاء الثانية المنتخب النيوزيلندي ناجحة بعد ما سجل كوستا، يسجل أليكس روفير من جانب المنتخب النيوزيلندي. 3-2 ركلة الجزاء الرابعة للمنتخب الوطني التونسي. ركلة جزاء لمنتخبنا، هذا كروكومب حارس مرمى المنتخب النيوزيلندي. ننتظر التنفيذ على غرام مدافع منتخبنا، على غرام مع كروكومب، يتقدم غرام وينجح على غرام. المنتخب الوطني التونسي يتمكن من ضمان المركز الثالث. 4-2 منتخبنا يفوز على منتخب نيوزيلندا بركلات الجزاء، عكس سيناريو مباراة كرواتيا. ضربات الجزاء تنصف منتخبنا رغم التعادل